هذا رجل غضب على زوجته لأنها بس رفعت الصوت عليه، فراح لعمر بن الخطاب. فلما وصل عند باب عمر بن الخطاب وجاب يطق الباب، لما جاء يطق الباب سمع صوت زوجة عمر بن الخطاب، صوتها يعلو على صوت عمر بن الخطاب، فرجع يجر أذيال الخيبة. فعمر بن الخطاب فتح الباب للرجل وقال له: أما جئت لي؟ فقال الرجل: نعم، جيت اشتكي صوت زوجتي، فوجدت عندك مثل ما عندي. رد عمر: غسلت ثيابي وبسطت منامي وربت ابنائي ونظفت بيتي بدون ما يأمرها الله بذلك، بل إحسان منها، أفلا أتحملها إذا رفعت صوتها علي؟ النهاية يا سيدنا الفاروق، يلي تهابك الجن وتفر من طريقك من هيبتك، علم بعض الرجال كيف يكون معنى الرقي. دايم لا تتحدى صبر الأنثى، فاللي استطاعت أن تنزع جنين من أحشائها وتتحمل ألم المخاض ترى قادرة أنها تنزعك من قلبها. نهاية الحديث: تعلموا احترام الأنثى، ما هي ناقصة عشان يكملها رجل، ولا هي عورة عشان يسترها رجل، هي تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. سلام.